Whenever I hear that sound. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ وياكم رضوان احمد من قناه ليجند فريند. اليوم عندنا طريقه توقف السباركي بيها بسهوله كبيره، بسهوله يعني ما يحتاج لها اي شيء. سباركي عباره عن جندي 6 اكسير، ضربته قويه كلش من 1300 توصل حسب الليفل مالته الى 1800. السباركي يشحن 3 شحنات وبعدين يضرب ضربه قويه. شلون تقدر توقف الضربه مالته؟ بالستين او بالتجميد، يعني بالتوقفه بالزاب او بالايس سبيريت هاي او بالبرق او باي شيء يوقفه، يعني ينتله مثل ما نقول او يجمده. وتقدر توقفه بعد ما تجمده باي جندي اخر مثل بربري، مثل بيكا، مثل فالكيري. الفالكيري ما تموت بالسباركي الا ضربتين. نشوف هجمات انا وصديقي لعبناهن ضد السباركي، 3 هجمات من 3 تشكيلات مختلفه نقدر نصد بيها السباركي. اول تشكيله لعبت وياه ضد السباركي بهاي التشكيله اللي هي هوك وانفيرنو وايس سبيريت وزاب وفالكيري ومينيون وجوبلين وبربري. هو ضد بعملاق وسباركي وزاب وفالكيري وكوليكتر ماسكيتير ايس ويزر وانفيرنو. نشوف الهجمه كلش سهل تقدر تصد السباركي، بس اني اكو غلط صارت عندي بالهجمه. هو هم صارت عنده اخطاء. نسرع الهجمه حتى يمشي الوقت بسرعه وما يتاخر بالفيديو. ذبيت الانفيرنو اني، هو ذب العملاق من هذيك الجهه، ذب العملاق من هذيك الجهه وانا متحضر دفاعي كامل. ذبيت البربر اللي ورا، حضر سباركي من ورا لان كان يخاف يذب السبارك ورا لان تنتهي هجمته، لان اني ذاب الانفيرنو ضرب السباركي جيشه كله ووقعه. ذبيت المنيون اللي ورا. شوفوا شلون لحظه السباركي ضرب ضربه بس على هاي اسبيرت وواحد اكسير، وبعدين صديته بالمنيون. ذب الانفيرنو انا ذبيت له بربري وهوك، عفت العملاق لان وحده اقدر اصده، بس هذا غلط مني وما قدرت اصده. ذبيت له الجوبلين، ذب لي زاب وحضرت المنيون حتى وقع العملاق دمج هواي من البرج، وهذا اكبر غلط مني، اعطيته مجال. ذبيت المنيون، ذبيت الفالكير وراها سبيرت، ما قدرت اذب الهوك لان راح يموع بالسباركي. ذبيت الانفيرنو للدفاع وذبيت جوبلين اللي ورا حتى احضر الدفاع ضد السباركي ما ضربت البرج، خليتها تضيع الشحن مالتها بالجوبلين، وذبيت لها زاب ووقفت. ذبيت السباركي من ورا، شوف شلون حصلتها، ذبيت زاب وبعدين جوبلين، انصدت سباركي بكل سهوله، صديت الفالكير من هنا وانتهت الهجمه. ذب انفيرنو وما قدرت اخذ برجه الثاني، بقى تسحب البرج مالتي وانا جيت اخذ برجه كلها ذاك. هاي اول هجمه قدرت اصد بها السباركي بسهوله كلش كبيره. بالمناسبه الدنيا هسه قاعد تمطر وجو خرافي. نشوف الهجمه الثانيه بغير تشكيله، يعني تشكيله ما تشبه التشكيله هاي اللي هي عباره عن فالكيري وسبير جوبلين، مينيون هورن، تيمبستون، فايربول، بيكا، جوبلين بارل زاب. وهو تشكيلته تقريبا نفس التشكيله ماخذها، ما عدا غير جندي او جنديين. بدا الهجمه اني احضر دفاع ضد السباركي، ما يصير اهجم بكيفي واقصر اكسير. بالمناسبه لازم تحضر اكسيرك للسباركي. ذبيت الفالكيري اللي ورا، هو ذب انفيرنو. ذبيت البيكا ورا الفالكيري، ورا سبير جوبلين. ذب جذعه، كان ذبته الجذع غبيه، دمجته شويه بالبرج بالمليون. هو ينتظر يهجم هجمه كامله بالسباركي. ذب العملاق، ذبيت البرميل الغول وما قدر يصدهم بس بالايس ويزر. ذب الايس ويزر بالعملاق. ذبت التمبستون، ذب لي السباركي رادي باغتني من الجهه الثانيه، ذبيت له زاب وصديته بالفالكيري وما قدر يطخ البرج ولا الفالكيري. يعني ذب له زاب وراه فالكيري ينتهي السباركي بكل سهوله. ذبيت برميل غول، ذب لي جذع وكانت حركه قويه من يمه، طير لي هواي اكسير بهاي الجذع. انتظر نجمع اكسير، هو جمع اكسير وهذا غلط من يمه، هو ما هجم ظل ينتظر. انا استفاديت من هذا الغلط وجمعت اكسير وسويته بالاكسير. صارت زخه قويه كلش ومطر، يعني جو خرافي اليوم. ذبيت المليون هورن اللي ورا، وغلط مني ذبيت اللي ورا على مود ما اقدر، يعني راح يموحهم لان عنده جو منه اللي ورا. ذبيت صديت العملاق بالتمبستون، صديت سباركي بالمليون. ذبيت برميل الغول ودمج برميل الغول دمج كلش هوايه استفادت من هذا الدمج. ذبيت تمبستون، صديت هجمته بالعملاق بالمنيون.
والتمبستون. ذبيت سبير جوبلين، ذبيت برميل الغول. سباركي ما راح يضرب واحد واحد، ذبت جذع. طار البيكي، دمجت البرج بالفاير بول. ذبيت التمبستون وهجمه قويه كلش من يمه، وصديتها بالفالكيري. والفالكيري مثل ما قلت لكم ما تموت. حضرت الزاب وما لحق يفوز علي وسحلته مره ثانيه. نقطع هاي الفيديوهات، هاي الهجمتين راح ناخذ ملاحظات اضافيه للسباركي شلون تقدر توقفها. السباركي تقدر توقفها بكل سهوله بجندي واحد اللي هو الصاروخ. تشمر عليها صاروخ وتنتهي السباركي وتموت، او تقدر تشمر عليها التجميد وبعدين براحتك تدمجها باي برج وتقتلها، او تقدر تقتل السباركي باللايتنينج البرق وتوقفها. هم يسوي ستين بالتحديث الجديد وهم يقتلها. او تقدر توقف السباركي بجيش الهياكل العظميه، لكن لازم تدمهم بطريقه صحيحه وما وراء اي جيش حامل للسباركي مثل الساحر او الوزر او الايس ويزر. او بالاسطول الجديد راح تقدر تصد السباركي بكل سهوله. المقبره اللي هو عند صديقي فاتحها الان وانا اقدر اصدها باي سهوله. ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي شباب.